ليلة القدر خير من 1000 شهر. هل الصحيح أن لها علامات أم لا؟ وما الدليل؟ جعلنا الله وإياكم جميعا ممن رزق قيامها. وإذا كان لها علامات وغلب على ظن الإنسان أنه قامها، فهل الأفضل أن يحدث بذلك أو يخفيه؟ أثابكم الله. أما ليلة القدر في الشق الأول من السؤال لها علامات على أصح قولي العلماء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أريت ليلتكم هذه فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، ثم قال: وأريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فجعل لها علامة. وهذه العلامة منها ما يكون في نفس الليلة، ومنها ما يكون بعد الليلة في آخر الليلة كدليل على الليلة. ومن الأدلة على أن لها علامات ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو أني أريتها ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو الحديث. فقولها أريتها معناه أن لها علامة معينة تعرف بها. والعلامة في ذات الليلة ورد طبعا أن بعض الأحاديث مرفوعة وبعضها موقوف عن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أنها ليلة قمراء بلجة. وفي بعض الأحاديث أنه لا يرمى فيها بنجم. القمراء البلجة يعني أنها مشرقة كأنها ليلة من ليالي البيض قمراء، مع أن آخر الشهر اللي هو العشر الأواخر ما تكون فيه السماء يعني بيضاء بلجة غالبا بناء على الأصل. وترى كأن الليلة مشرقة منيرة. وهذا شيء يختلف كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، يختلف باختلاف الناس في عبادتهم وصلاحهم. الرجل الذي هو سليم القلب من الشهوات والمحرمات، كثير الذكر لله، كثير الإنابة إلى الله، منشرح الصدر، يحس كثيرا بهذه الأشياء. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فراسة المؤمن تختلف عن فراسة غير المؤمن. فقد يحس الإنسان بانشراح عظيم، انبساط في النفس. يقول بعض العلماء: علامة الانشراح في الصدر لأن الملائكة تتنزل، وإذا تنزلت الملائكة فرت الشياطين، وإذا فرت الشياطين فرت أسباب الضيق والبلاء فتجد في الليلة تلك من الانشراح ما لا تجده في غيرها. وهذا في قوله سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل في قوله تعالى موقفان لعلماء القراءة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. قيل هذا موقف. وبعضهم يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام أي من كل أمر خير وبركة ورحمة، لأنها ليلة خير وبركة. وعلى الوجه الثاني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهو الأقوى، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي من صفاتها أنها سلام، لأن الملائكة تتنزل فيها، وهو أقوى الوجهين، والعلم عند الله عز وجل. وأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقسم على أنها ليلة 27، وأنها ألم تروا أن الشمس تصبح صبيحتها لا شعاع لها. قالوا لأن الملائكة تتنزل، فإذا طلعت الشمس صعدت الملائكة، فإذا صعدت الملائكة حجبت شعاع الشمس. وهذا علامة مستنبطة من النص، لأن النص دل على أن الملائكة تتنزل، مثل قول بعضهم إن فيها انشراحا مستنبط من النص. هذه كلها معاني تدل على أن ليلة القدر علامة. وأما إذا وفق الإنسان ورآها فالحديث يختلف. إذا كان حديثه عنها من باب التحدث بنعمة الله وفيه خير للمتحدث والسامع فلا بأس، وإلا فيمسك صيانة لدينه، والله تعالى